أن الهندسة الطبية أقامت مؤتمرها العلمي. راح نشوف كل التفاصيل مع زميلنا نصير. سلام. من أجل تحسين الواقع الصحي في البلاد، أقام مهندسو الطب الحياة والأطباء ملتقى للهندسة الطبية في العراق، حيث يجمع هذا الاختصاص المستحدث بين التصميم والمهارات لحل المشاكل الهندسية والعلوم الطبية للمساعدة على تحسين الرعاية الصحية وضمان حياة صحية ذات مستوى عالي. مهندس طب الحياة هو مزيج من الهندسة والطبية، لأنه حتى في صلب دراسته هو يدرس السنين الأولى تشريح، ويدرس أناتومي، ويدرس فيزيولوجي، ويدرس كثير من الاختصاصات الطبية اللي تأهله أن يعرف مدارك الأجهزة الطبية، ليس فقط من ناحية الصيانة، وإنما حتى من ناحية التطبيقات العلمية والهندسية والعملية في الأجهزة. هذا الاختصاص يساعد في علاج المرضى اللي حالاتهم خطرة جدا. مثلا مريض يحتاج قلب صناعي لمدة معينة، مريض يحتاج رئة صناعية لمدة معينة، جهاز طبي معقد يحتاج صيانة، يحتاج إشراف، يحتاج تطوير، والكثير من الأمور الأخرى. ونطلب الدعم لتطوير هذا الاختصاص، تطوير العمل في وزارة الصحة عن طريق هذا الاختصاص. الحاضرون أشاروا على أهمية المؤتمر لتبادل الخبرات بين المهندس والطبيب، إذ يعتبر هذا الاختصاص حلقة وصل بين علم الطب وعلم الهندسة. طبعا هذا الملتقى هو الملتقى الثاني للهندسة الطبية الطب الحياتي. طبعا من أهم أهدافه والأسباب هي وجود حلقة وصل بين جميع المهندسين القديمين والمهندسين الجدد، حتى يتم تطوير كفاءاتهم يعني الفنية في حل مشاكل اللي يصادفهم أثناء العمل. هذا قسم من الأقسام المستحدثة بالعالم وبالعراق، ومن ناحية يعني مساعدة الطبيب والبيشنت، من ناحية الطبيب للتشخيص الصحيح، والبيشنت إذا كان يعني هانديكاب معوق أو يحتاج تشخيص صحيح حتى يتحقق الثيرابي الصحيح له. ومن ناحية يعني طبعا هو الجانب الإنساني هو اللي دفعني، وحتى أكون ملمة بالمعلومات اللي تساعدني بخدمة الجانب الإنساني. هكذا مؤتمرات أتاحت فتح آفاق كبيرة تعاونية بين جميع الاختصاصات ولتطوير من قدرات العاملين في هذا المجال. لبرنامج صباح العراقية، نصير سلام. شكرا نصير سلامة. من خلال هذا التقرير حقيقة اليوم احنا محتاجين دور كبير في جامعاتنا في كلياتنا العراقية حول الملتقيات الثقافية. اليوم هذا الملتقى هو الملتقى الثاني من نوعه خاص بالكليات العلمية. محتاجين نطور مهاراتنا وخبراتنا بالإضافة إلى تلاقح الأفكار بين جامعة وأخرى. اليوم زهراء محتاجين احنا هذه الأجواء حقيقة. اليوم نشاهد الكثير من الاشياء اللي دخلت حديث حول الملتقيات الثقافيه، ندوات شبابيه، ثقافيه، تثقيفيه، لكن الملتقى الثقافي في الجامعات كنا مفتعلين. فعلا، اذا مو فقط